الآن مشاهدينا الكرام جولتنا الرياضية الدولية مع هادي العجمي. هادي أهلا بك ومساء الخير من جديد. مساء الخير حكيم من جديد. إذن البداية بالكوري الجنوبي تشونغ يعلن ترشحه لرئاسة الفيفا. نعم حكيم، تشونغ مونغ جون النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحد أكثر الشخصيات تأثيرا في كرة القدم الآسيوية أعلن أنه سيدخل السباق لخلافة سيب بلاتر في رئاسة الفيفا. تشونغ الذي يبلغ من العمر 63 عاما لم يحصل حتى الآن على مساندة 5 اتحادات تابعة للفيفا كما تنص لوائح الترشح، لكنه عبر عن ثقته في الحصول على الدعم المطلوب لتقديم مطلب ترشح. فنستمع إلى تشونغ مونغ جون. نعم، أعلن رغبتي الترشح لرئاسة الفيفا. لن تكون مهمة سهلة، لكني أدخل السباق مدفوعا برغبتي ورغبة الناس في التخلص من الفساد وأن نكون جزءا من حل مشاكل الفيفا. لا يتعين أن نترك الفيفا يواجه هذه الأزمة التي لطخته بالعار. ميشيل بلاتيني إنسان جيد وأحبه كثيرا، لكن إذا أردتم معرفة رأيي هل هذا هو الوقت المناسب لبلاتيني لتولي رئاسة الفيفا بعد ساب بلاتير، فإني لا أعتقد أنها ستكون أنباء طيبة للمؤسسة ولميشيل بلاتيني أيضا. تحدث الآن هادي العجمي عن ريال مدريد الذي يهزم ميلان بركلات الترجيح بعد التعادل من دون أهداف. نعم حكيم، واصل ريال مدريد الإسباني استعداداته للموسم الجديد تحت إشراف المدرب رافائيل بينيتيز بفوزه على ميلان بركلات الجزاء الترجيحية 10-9، وذلك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل من دون أهداف. وكان ميلان صاحب الأفضلية في الشوط الأول قبل أن تتحول السيطرة إلى النادي الملكي في الشوط الثاني الذي كان قريبا من افتتاح التسجيل في أكثر من مرة. أبرز الفرص كانت رأسية المهاجم كريستيانو رونالدو من مسافة قريبة، رد عليها الدولي الكولومبي كارلوس باكا بتسديدة قوية للميلان أبعدها حارس مرمى الفريق الملكي. وكانت الكلمة الأخيرة خلال ركلات الجزاء الترجيحية لريال مدريد الذي فاز ب10-9. باريس سان جيرمان الآن يفوز على مانشستر يونايتد. هادي. نعم حكيم، كان ذلك خلال آخر لقاء له في جولته الأمريكية قبل مواجهة أولمبيك ليون في كأس السوبر الفرنسية هذا السبت. وتمكن الفريق الباريسي من تحقيق فوز مهم وتوج بالكأس الدولية للأبطال هذه المسابقة الودية، وذلك بعد الفوز على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة. جاء الهدف الأول عن طريق بلاز ماتودي في الدقيقة 25 بعد استغل ارتباك على مستوى خط دفاع مانشستر يونايتد. وبالنسبة للهدف الثاني للفريق الباريسي كان عن طريق العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد تلقيه تمريرة حاسمة من المدافع الأيسر للفريق الباريسي البرازيلي ماكسويل. كان ذلك في حدود الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول. دي ماريا يقترب الآن أكثر فأكثر يقترب من الانضمام لباريس سان جيرمان. نعم، على كل هذا ما أكده مدرب الفريق لوران بلون عن صفقة التحاق أنخل دي ماريا بالفريق الباريسي قادما من مانشستر يونايتد. وكان من المفترض أن يصل دي ماريا إلى كاليفورنيا السبت الماضي للانضمام إلى فريقه الذي يخوض جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمرريكية، لكنه لم يلتحق بالرحلة القادمة إلى سان فرانسيسكو بحسب ما أكد مدرب يونايتد الهولندي لويس فان خال. والذي أشار هناك عديد التقارير أشارت أنه أعلم لاعبيه بأن دي ماريا في طريقه للانضمام إلى الفريق الباريسي. في آخر معلومات حكيم فإن يبدو أن دي ماريا قد تمكن من التوصل إلى اتفاق في خصوص العقد الذي سيمضى 4 سنوات للدولي الأرجنتيني مع الفريق الباريسي مقابل 11 مليون كمبلغ سيتقاضاه كراتب سنوي صافي من الضرائب. يعني لا يبعد كثيرا عن راتبك.
هذه العجبة. فيورنتينا الإيطالي الآن يعير جوميز إلى فريق تركي. هو فريق بيشيكتاس التركي. المهاجم الألماني ماريو جوميز وصل إلى إسطنبول للالتحاق بفريق بيشيكتاس قادما من فريق فيورنتينا الإيطالي، وذلك على سبيل الإعارة لموسم واحد. وبدأ ماريو جوميز الذي يبلغ من العمر 30 عاما مسيرته مع فريق شتوتغارت الألماني، ثم حمل ألوان فريق بايرن ميونخ قبل الانتقال إلى فيورنتينا في صيف 2013. المهاجم المصري محمد صلاح الآن في روما لإجراء الفحص الطبي. نعم، المهاجم المصري مهاجم المنتخب المصري محمد صلاح وصل إلى العاصمة الإيطالية روما لإتمام آخر الإجراءات بما فيها الفحص الطبي من أجل الانضمام إلى فريق روما قادما من تشيلسي الإنجليزي. وكان في استقبال الدولي المصري الذي يبلغ من العمر 23 عاما العشرات من أنصار فريق روما خلال وصوله إلى المطار. ونشير حكيمي لأن محمد صلاح بدأ مسيرته الرياضية مع فريق المقاولين العرب في مصر قبل أن ينتقل إلى الدوري السويسري، وتحديدا مع فريق بال، حيث تألق في الدوري المحلي وأيضا في المباريات الأوروبية بما فيها دوري أبطال أوروبا. بعد ذلك انتقل إلى تشيلسي حيث وجد الكثير من الصعوبات لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية لفريق جوزيه مورينيو، وأنهى الموسم الماضي في فيورنتينا على سبيل الإعارة. ريفر الآن يقترب من كأس مسابقة دوري الأبطال في أمريكا الجنوبية. نعم، هو فريق الأرجنتيني ريفر بليت والمسابقة دوري أبطال أوروبا في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية كوبا ليبرتادورس. الفريق الأرجنتيني إذن ريفر بليت في موقف جيد للتتويج بلقبه الثالث في كأس ليبرتادورس، وهي مسابقة دوري الأبطال في أمريكا الجنوبية، وذلك بعدما تعادل من دون أهداف على ملعب فريق تايجرس المكسيكي في ذهاب الدور النهائي. هذا وافق فريق تايجرس الذي يضم في صفوفه اللاعب الفرنسي أندري بيير جينياك لاعب فريق أولمبيك مارسيليا الذي تحول للدوري المكسيكي في تحويل العديد من الفرص السانحة للتسجيل التي أتيحت له. والإشارة حكيمي لأن مباراة العودة لهذه المسابقة المباراة النهائية لكوبا ليبرتادورس تدور الأسبوع المقبل في الأرجنتين، والمباراة ستكون أسبقية كبيرة للفريق الأرجنتيني ريفر بليت للتتويج بهذا اللقب. فنستمع إلى تصريحات ما بعد اللقاء لمدرب ريفر بليت مارسيلو جاياردو الذي اعتبر نتيجة التعادل في الذهاب أمر جيد للغاية. عدم الهزيمة في هذا اللقاء الذي عرفنا فيه العديد من الصعوبات يمثل نتيجة إيجابية لنا. في مباراة الإياب سيكون الجمهور إلى جانبنا، وهذا سيكون حافزا إضافيا للاعبين الذين يعلمون جيدا أنهم مطالبون بعدم التفريط في اللقب، لا سيما أن لقاء العودة يدور على ميدانهم. تحدث الآن هادي العجمي عن تأجيل الحسم في نظام الدوري التونسي بالموسم الجديد. نعم، الجلسة العامة الخارقة للعادة حكيم التي انعقدت يوم أمس الاتحاد التونسي لكرة القدم شهدت مناقشات مطولة، وصادق خلالها ممثلو الأندية الذين حضروا أشغال الجلسة على جميع التنقيحات الخاصة بالنظام والمتعلقة بالشروط الخاصة بعضوية المكتب الجامعي لكرة القدم وتوسيع صلاحيته. وكان من المنتظر أن يتم اختيار نظام دوري الرابطة المحترفة الأولى للموسم الجديد، أما بمجموعة واحدة على غرار المواسم السابقة أو بمجموعتين وإعادة التجربة مع نظام البلاي أوف والبلاي أوت، إلا أنه تم تأجيل الحسم في هذا الموضوع. وقد تم منح مهلة لنوادي الرابطة الأولى لتقديم مقترحاتها للاتحاد التونسي لكرة القدم حول النظام الدوري الذي يرغبون فيه قبل اتخاذ القرار النهائي. إشارة حكيمي لأن موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري التونسي مقرر ليوم 12 من سبتمبر المقبل. مباراة حاسمة الآن تجمع هذا الأحد بين المنتخب الأولمبي المغربي ونظيره التونسي. نعم حكيم، المنتخب المغربي لأقل من 23 عاما وصل إلى تونس بشكل مبكر، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للمباراة المرتقبة التي ستجمعه بنظيره التونسي هذا الأحد في إطار مباراة العودة بعد أن انتهت مباراة الذهاب في المغرب بانتصار أسود الأطلس بهدف ل0. مباراة ستكون حاسمة من أجل اقتلاع بطاقة
التأهل لكأس أفريقيا التي ستقام في السنغال في ديسمبر المقبل، وأيضا للألعاب الأولمبية التي تحتضنها ريو دي جانيرو العام القادم. نستمع إلى تصريحات ما قبل اللقاء للإطار الفني وأيضا لبعض لاعبي المنتخب الأولمبي التونسي. هذه مباراة تاع ترشح، الفائز في المباراة هذه بيمر للكاس افريقيا بطبيعة الحال بمباراة مهمة. خسرنا المباراة الأولى في الدوري الأول معناتها في الذهاب، تو الإياب احنا مطالبين بالانتصار وإن شاء الله لما كان الانتصار. كنا في تحضيرات مكثفة بنحاولوا بقدر الاستطاعة باش يكونوا المعنويات مرتفعة للمباراة هذه. خاسرين 1-0، كل شيء ممكن في المباراة هذه. صحيح مش تكون مباراة صعيبة شوية، لكن احنا لازمنا نكونوا حاضرين بالباهي، خاطر شفنا منافس غاديك موش منافس ضعيف، معناها منافس قوي. الحمد لله معناها ما واحد بلاش غاديك ماهيش خايبة، حبينا نخرجوا بنتيجة ما خير من هكا. واحد بلاش زاد ماهيش خايبة، معناها نجموا هنا نربحوا. كنا فزنا عليهم في مباراة برشا مباريات ودية، ان شاء الله تكون المباراة هذه حليف. نحن قبل كل شيء لازمنا ما نقبلوش اهداف، خاطر كما تعرف كي نقبلوا هدف كما قلت لك نجم قرينا على احلامنا. لازمنا اول حاجه ما نقبلوش اهداف ونكونوا معناها متوازنين، معناها حتى كي نلعبوا الهجوم نكونوا متوازنين باش نكونوا معناها في الدفاع حاضرين. كهو ان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله نماركيو اهداف من الاول باش نسهلوا معناها المأمورية على رواحنا. هادي العجمي، كل شكر جزيل لك على هذه الجولة الرياضية الدولية. شكرا حكيم.